بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبنا طلاب الثانوية العامة، الفيديو المنتظر أو السلسلة المنتظرة للثانوية العامة. طبعا أنا السلسلة دي بصورها ومبسوط جدا عشان كتير جدا من طلابنا اللي طلبوا السلسلة دي، وفعلا أنا لما كنت في الثانوية العامة كنت أتمنى إنه في حد يصور لي سلسلة كاملة يكون معايا في الفترة النهائية من بداية شهر 2 كده أو نص 2 لحد شهر 6 أو لحد الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة. إن شاء الله هنصور في السلسلة دي أكتر من حلقة، بمعنى إن أنا هكون معاك خطوة بخطوة لحد ما نوصل للامتحانات. هنتكلم في السلسلة دي عن أهم الأهداف، أو أنت عايز إيه من الثانوية العامة. وخلينا متفقين، لو أنت عارف عايز إيه من الثانوية العامة كل ما كانت الرؤية بالنسبة لك واضحة. لو أنت ماشي في طريق وتايه وعايز توصل للقبلة بتاعتك أو عايز توصل للمكان اللي أنت عايز توصل له، وقفت حد أول حاجة بيسألها لك أنت عايز تروح فين. لو أنت ما جاوبتهوش مش هيعرف يديك إجابة، أو هتكون الإجابة أي طريق هتوصلك لأنك أنت مش عارف عايز تروح فين. لازم تبقى عارف من الثانوية العامة إنه الثانوية العامة مش هي الرزق، الثانوية العامة مش هي الفلوس. طبعا احنا في المجتمعات بتاعتنا الناس خيلت لينا ان هو طب وهندسه وصيدله وكل الكليات اللي احنا عارفينها هي بس اللي بتجيب فلوس. عايزك تثق تماما ان الرزق ده ملوش اي دخل بالكليه بتاعتك. الرزق اشد طلبا للعبد من الموت. مفيش حد هيموت الا ومستوفي رزقه كامل من فلوس ومن اي حاجه، تمام كده؟ يبقى لازم خلينا متفقين ان الكليه ملهاش اي دخل بالرزق او الفلوس. طيب، يبقى اول حاجه لازم اكون انا عارف نفسي عايز ايه من الثانويه العامه. تاني حاجه لازم اكون عارف نفسي انا ماشي مع مين في الثانويه العامه، من اصدقاء ومن صحاب. ايه البيئه اللي انا حاطط نفسي فيها؟ هل البيئه دي بتشجعني ولا البيئه دي دايما بتديني طاقه سلبيه ولا لا؟ هنتكلم ازاي ان انا اتجنب البيئه السلبيه، وهنتكلم ازاي ان انا اخلق لنفسي بيئه ايجابيه، وهنتكلم ان انا هل دلوقتي في الفتره دي استكفي بالمراجعات الاونلاين ولا ان انا انزل السناتر ولا كل الكلام ده. وهنتكلم في كل نقطه بالتفصيل. والمفاجاه كمان ان انا هكلمك ان احنا ازاي هنتعامل مع كل ماده على حده، وكل ماده ايه طريقه المذاكره الفعاله ليها. انتظرونا ان شاء الله، هتكون سلسله متميزه، سلسله ان شاء الله تكون في ميزان حسناتنا كلنا عشان نوصل بيها ونساعد اولادنا انهم يوصلوا لاهدافهم. معاكم مستر محمد امين، بالتوفيق حبايبي طلاب الثانويه العامه.